وسهلا بكم في أم الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في القاهرة. يصحبكم برنامج آثار وحكايات في رحلة مع تاريخ محافظة القاهرة ومعالمها وحكاياتها المحفورة في ذاكرة التاريخ وتزخر بها العديد من المجلدات والكتب. ففي هذه الحلقة يعرض لكم برنامج آثار وحكايات تاريخ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، فكونوا معنا. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم، حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران، مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس، حيث يحتوي على أكثر من 100,000 تحفة تشمل جميع فروع الفن الإسلامي في مختلف العصور. كما تميزت مجموعاته الفنية بتراثها من حيث الكم والكيف، مما جعله منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر تاريخه، وأصبح منهلا لكل الباحثين والمؤرخين والزائرين على مختلف فئاتهم. أصدر الخديوي توفيق أمر إلى وزارة الأوقاف عام 1881 لجمع كل التحف الفنية النفيسة الموجودة في المساجد والبيوت الإسلامية، فظهر لأول مرة في العالم متحف الآثار الإسلامية، وكان عبارة عن غرفة واحدة سمح للجمهور بزيارتها لدراسة ما بها من آثار. وفي عام 1884 أصبح مسجد الحاكم بأمر الله هو مقر لدار الآثار العربية، وتشرف عليه لجنة حفظ الآثار. احنا النهارده في القاعة اللي هي بتخص العملة والسلاح في متحف الفن الإسلامي. قاعة العملة والسلاح تم إضافتها في 2017 بعد عدد من التجديدات، بعد ما المتحف اتعرض للهجمة الإرهابية في 2014 وتم ترميم عدد كبير من القطع الأثرية، فتم إضافة القاعة هنا قاعة العملة والسلاح نظرا لأهمية القطع اللي بتخص الموضوع ده، وكمان لارتباطهم ببعض، لأن الدولة ما تقدرش تكون دولة قوية إلا على ركيزتين مهمين، اللي هو القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. عندنا بنشوف مجموعة مهمة جدا هنا من العملة، بنشوفها 3 ألوان. العملة الذهبية دي بتكون الدنانير، والعملة الفضية بتكون الدراهم، وكمان عندنا الفلوس اللي كانت بتصنع من النحاس وأوقات كمان من البرونز. العرب قبل الإسلام ما كانش فيه نقود خاصة ليهم، فكانوا بيستخدموا الدراهم الساسانية والدنانير والفلوس البيزنطية، لحد ما جه الرسول صلى الله عليه وسلم أقر العملة دي وفضل التعامل بيها، وحتى زكاة الأموال كانت بتتم بيها. بعد كده كان في العصر الدولة الأموية حاكم مهم جدا اسمه عبد الملك ابن مروان، كان عنده محاولات مهمة جدا في تعريب الدواوين وكمان تعريب العملة، لأن العملة بتعتبر شارة مهمة جدا من شارات الحكم للداخل وللخارج، فبتعتبر رسالة إعلامية مهمة جدا خاصة مع بدايات قيام الدولة الإسلامية واتساع رقعتها. فكان عبد الملك ابن مروان بدأ بعدد من الإصلاحات على النقود اللي انتهت في سنة 77 هجريا، اللي هو أنتج لي إصدار عربي خالص كله عليه كتابات عربية خالصة، اللي كان عليها شهادة التوحيد والرسالة المحمدية، وكمان كان بيكون عليها اسم الحاكم وسنة الضرب أو السك، وكمان المدينة أو مكان الضرب أو السك. العملة بتعتبر مراية للملامح الاقتصادية والسياسية وكمان الملامح الاجتماعية. العملة بتعتبر سجل مهم جدا لشتى أنواع الخطوط، وكمان سجل مهم لشتى أنواع الزخارف الإسلامية. بعد عهد الدولة الأموية جت الدولة العباسية، كانت بتهتم أكتر بالرسالة المحمدية نظرا لنسبة الدولة العباسية لآل البيت، فكانت في رسالة منها للداخل أكتر منها للخارج إن هم أحق بالولاية من غيرهم.
فاستمرت الدولة العباسية على بتصدر النقود بتاعتها المختلفة، وكان فيها أو بتركز على الشهادة المحمدية. بنشوف العهد العباسي أو في عهد الدولة العباسية النزاع في فترة من الفترات صيت الوزراء، فكان بيتم كمان تسجيل اسم الوزير على النقود مش بس الخليفة العباسي. بنشوف بعد كده عندنا النقود الإرشيدية. النقود دي طبعا مهمة جدا اللي بترجع لعهد الدولة الإرشيدية. كمان في قبلها عهد الدولة الطولونية اللي كانت أتقل وأكبر وزن للذهب أو عيار للذهب تم إصداره في الحضارة الإسلامية كان في عهد الدولة الطولونية. بعد كده بنشوف العملة الفاطمية اللي كانت أكتر حاجة وأكتر مظهر شفناه عليها مختلف عن اللي سبقها العبارات الشيعية اللي بتدل على مذهب الدولة الفاطمية. أصدرت كل النقود بتاعتها وعليها بعض العبارات الشيعية. كمان كان في تقرب من الدولة الفاطمية للشعب المصري، فكانت بتصدر الكثير من النقود التذكارية أو كهدايا، زي بنشوف حاجة عندنا اسمها الخروبة أو الخراريب، كانت بيتم توزيعها على الشعب في الأعياد والمناسبات المهمة. بعد كده في عهد الدولة المملوكية بدأت تدخل العملات الأجنبية تاني اللي اسمها دوكات البندقية، لأن في العصر المملوكي تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وكمان كان في بعض الغزوات من البدو، وكمان كان في انتشار الأوبئة زي الطاعون. فكان في كذا سبب خلى الاقتصاد في الدولة المملوكية يتأثر بصورة كبيرة، فدخلت عندي العملات الأجنبية في التداول بين الناس. بعد كده بنشوف في عهد الدولة العثمانية ما بقيناش نشوف الرسالة المحمدية أو شهادة التوحيد، بقينا نشوف الأكتر بعد مكان الضرب أو تاريخ الضرب بنشوف الألقاب اللي بتخص السلطان العثماني زي سلطان البرين وخاقان البحرين، السلطان ابن السلطان. وكمان بنشوف الإمضاء أو الختم الملكي اللي بنسميه الطغراء. ده بالنسبة لمجموعة العملة اللي عندنا. وكمان بنشوف الكنز المعروض عندنا كنز درب الأزازين اللي كان برضو لما بيكون في عدم استقرار اقتصادي بتظهر او بتكون ظاهرة الاكتناز، عشان كده بنشوف نموذج من الكنوز دي بنسميه كنز هنا درب الأزازين. طيب قاعة العملة فيها مجموعة برضو مهمة جدا من السلاح، فيها مجموعة من السيوف، فيها مجموعة من الواقي أو الغمد بتاع السيف. مجموعة السيوف لما بنشوفها مطعمة بالأحجار الكريمة أو بالذهب بتكون في الغالب خاصة بالاحتفالات الرسمية الخاصة بالسلطان أكتر منها إن هي تكون خاصة بالحروب. بنشوف عليها شتى أنواع الكتابات والزخارف اللي نفذت. كمان بنشوف مجموعة مهمة جدا من الخناجر اللي طعمت بالألماس وبالذهب وبالأحجار الكريمة. وأهم دولة أنتجت لي الخناجر كانت الهند. بنشوف بعد كده في عهد الدولة العثمانية مع ظهور البارود كان بنشوف بقى البنادق، مجموعة من البنادق والغدارات اللي برضو معروضة. في عهد الدولة العثمانية كمان كان من أهم أسباب انتصارها في الحروب على أوروبا كان تقدم الأسطول العثماني. فبنشوف نموذج من الأطباق الخزفية مرسوم عليه المدافع أو جزء من الأسطول العثماني اللي كان مهم جدا في الحروب العثمانية. Hi, my name is Jacopo. I am from Italy. It's my first time in Egypt. I arrived a few days ago in Cairo. I'm here for tourism. I'm here for a short holiday, starting here and then going south along the Nile. So far in Cairo, I have been to the Egyptian Museum. I've been to see the pyramids. And today I'm here to see the Museum of Islamic Art in Cairo, which I love very much, I have to say. So far I really like the city. I tried the food, which I also really liked. Yesterday I had koshari, I believe it's called. Sorry, forgive me the pronunciation, but I really liked it.
And yeah, so I plan on traveling around a bit more in the country, as I mentioned. I really liked the Egyptian people. Everybody was really friendly to me, very helpful when I was lost or needed directions. And I'm definitely gonna recommend other people to visit Egypt in the future. My name is Helen and I'm from Brussels in Belgium. Hi everyone, so my name is Theo and I'm from France, in the south of France, and yes, I'm happy to be here in Egypt. I am visiting Egypt for the second time, and this time I'm visiting my friend who's doing an internship at the Belgian embassy. Yes, so it's my second time here in Egypt. I was here like 8 months ago, so it's my second time, but it's a long time here, it's a long journey. And so I'm doing an internship at the Belgian embassy in Cairo for 3 months now. Talata. We already visited the pyramids. We also visited the Copt area. We visited. Last time I went to Egypt, I went to Siwa, and you? I've been to El Fayoum, of course, in Alexandria, twice, and not yet Siwa and White Desert, but maybe next week. So yes, I'm looking forward to discover this beautiful desert. And I've been to Saqqara and Dashur, of course, and a lot of museums, Al-Azhar, Al-Azhar Park, Al-Azhar Mosque, Khan Khalili, Western Balad, Zamalek, Doki, Al-Manial Palace, and what else? A lot of things. Yes. And we tried the Egyptian food, which is really, really good. We really enjoyed moussaka and also a lot of different dishes. The food is really, really tasty. And Egyptians, they are really, really nice. Actually, my great-mother was Egyptian. I mean, she was Syrian, but she grew up in Egypt. So yes, this was also very important to me to come here and to visit the country where she lived. You forgot to talk about tarmeya, tahina, foul, aish baladi, aish fino, molokhia, moussaka, of course. And so I really liked all these dishes. We want to come again, of course. Yes, we will definitely come again to Egypt, and we will recommend to a family, to our friends to come and visit Egypt too, because we really enjoyed it. Yes, and we like the places we have visited, but mostly we liked people here. They are so kind and Really so open-minded, welcoming, and I have now, I can say that I have real friends in Egypt, in Cairo, so I will want to come back maybe next year, in 2 years, I don't know yet, but yes. We will. Yes, so thank you very much. Shukran gazilan. احنا النهارده في قاعة العصر المملوكي داخل متحف الفن الإسلامي. العصر المملوكي اللي بيعتبر هو قمة ازدهار الفن فيه، سواء على القطع المتنقلة اللي كانت موجودة أو في عمائر الفنانين أو العمائر السلاطين نفسه. أهم حاجة كانت بتميز العصر المملوكي هو الرنوك، والرنك هي كلمة فارسية بمعنى شعار أو علامة، وده كان بيميز القطع اللي كانت موجودة في العصر المملوكي. فكان في رنوك بسيطة وفي رنوك مركبة وفي رنك اسمه الخراطيش والرنك الكتابي. طيب قبل ما نتكلم على كل حاجة ايه هي، طب ايه هي وظيفة الرنوك؟ الرنوك كانت موجودة
بتدل على وظيفة الوظيفة اللي كان بيبقى بتاعة الأمير نفسه، الوظائف اللي هو تقلد فيها الأمير وبدأ إن هو حصل فيه تدرج في وظيفي، وده كانت الرنوك المركبة. طيب الرنوك دي كانت بتظهر على إيه؟ كانت بتظهر على العمائر بشكل كبير جدا عشان تدل إن المبنى ده ملك للسلطان أو الأمير، وتظهر على ملابسهم، وكانت كمان نقشت على أو سكت على الدنانير والفلوس والدراهم، ودي كانت امتيازا لهم وتشريفا ليهم. وكمان هنجد في بعض الأواني اللي هم كانوا بيستخدموها في حياتهم، فدي كانت بتدل على وظيفة الشخص نفسه. طيب الرنك البسيط هو عبارة عن علامة واحدة بس بتبقى في شكل في الوسط، وعندي أنواع كتيرة قوي من الرنك البسيط. عندي رنك البؤجة، وده بتدل على وظيفة اللي هو الشخص المسؤول عن ملابس السلطان نفسه. وعندي رنك الكأس، ودي وظيفة الساقي في البلاط السلطان، ودي كانت وظيفة مهمة قوي لأن ممكن يحط السم للسلطان فطبعا هيأذيه. وعندي كمان رنك الخنجة اللي هي وظيفة الجاشنكير، وده المتذوق الطعام داخل البلاط السلطان. ورنك عصا البولو اللي هي كانت أشهر الألعاب اللي كانت موجودة في العصر المملوكي. وكمان رنك السيف اللي هو وظيفة السلحدار اللي هو كان ليه وظيفة عسكرية بشكل كبير جدا. وعندي رنوك مركبة، ودي بتبقى فيها علامة أو علامتين بداخل دايرة وكمان بيقولوا إن وصلت إلى 9 علامات. فعندي رنك مركب في رنكين في بعض، في حاجة اسمها حدوة الفرس، وده المسؤول عن اسطبلات الخيل في البلاط الفاطمي، معاه رنك السيف اللي هو السلحدار. أما الرنوك الكتابية اللي كانت موجودة عندي هي اسمها الخراطيش الكتابية، ودي كانت خاصة بالسلاطين، وبتبقى فيه اسم السلطان وعبارة دعائية، وبتبقى جوه داخل دايرة. واحنا عندنا هنا في المتحف نموذج للرنك الكتابي، وهو سقف موجود بتاع جامع الأزهر وعليه اسم السلطان أبو النصر قايتباي. وعندي كمان قطعة حجرية عليها رنك الكاس اللي هو الساقي اللي هو المسؤول عن الشراب أو اسمه الشراب دار داخل البلاط السلطاني. وقلنا ان الرنوك مش موجودة بس كده منفردة وبس، لا هنجد ان معظم الحاجات الفنية بتاعة العصر المملوكي بتظهر فيها الرنوك، حتى ان كان في رنوك خاصة بالسلاطين نفسهم قبل ما يبقى سلطان، زي رنك السبع المخصوص بتاع الظاهر بيبرس، ورنك اللي هو الوردة خماسية البتلات بتاعة أسرة قلاوون. وبكده احنا اتكلمنا عن الرنوك بشكل كبير اللي كانت موجودة داخل قاعات العصر المملوكي في المتحف الفني الإسلامي. Hello, my name is Sean Sullivan. I'm from Washington, D.C. in the United States. I'm visiting Egypt for the first time as a tourist. I've been here for about 10 days so far. I've been to Luxor, Aswan, Abu Simbel, obviously Cairo. I will not get a chance to visit Alexandria, but I'd very much like to. I have tried all sorts of Egyptian food, koshery, obviously, all sorts of good food in Egypt, all good food. Lots of coffee, too. What do I like most about Cairo? All the friendly Cairenes. Everyone's super friendly. The food is very good, and I like the energy of the city as well. Egyptians, very friendly, very outgoing, and I'm very likely to come back and see a little bit more of Egypt and hopefully visit Alexandria as well. What would I tell my friends about Egypt? Come and visit, see the things that you've only seen on TV and in the movies and read in history books. It's even better in real life.
ومن داخل أحد أبرز المناطق السياحية والأثرية في مصر كانت حلقتنا اليوم، وإلى لقاء جديد وحلقات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.